السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده أنا جاي أتكلم على نقاط بسيطة كده وبشكل سريع، لأن الأسبوع ده والأسبوع الجاي إن شاء الله في ضغوطات، وإحنا داخلين على امتحانات الفاينل في الكلية اللي أنا موجود فيها، وفي زي نظام شركات جاية تاخد الناس أو طلاب عندهم مهارات معينة في حاجة في مجال معين. أنا في نظم ومعلومات الأعمال. أي حد بيبقى عنده زي نظام مهارة أو سكيل في مجال معين تبع الشركات دي، أو أي شركة تستفيد من حاجة زي دي، فبياخدوا الطالب ده ويزودوا أو يحاولوا يطوروا فيه في المهارات اللي موجوده عنده ويشغلوه معاه. فهو ده من ضمن الحاجات اللي هتبقى موجوده عندي، وبسببها حط عليا ضغط جامد، وانا بتعلم مجال تحليل البيانات. فانا عاوز اعمل بورتفوليو كويس في الاسبوع الجاي ده. هو فاضل 3 ايام او 4 ايام، لان الحاجات دي هتبقى يوم 22/4 عشان نخش نتناقش او نعمل سي في ونتناقش مع الاتش ار بتاع الشركات دي. وعشان كده انا في الفيديو ده جاي اتكلم على حاجه مهمه جدا، وهو ان الحمد لله ثمار التحدي بدأ يبان. احنا من اول اسبوع وكان الحياه يعني كان الليفل بتاع التحدي كان عالي جدا، وتاني اسبوع نزل وطي خالص، كان في انحدار. وانا عارف بقول لكم ايه، ان ده بيبقى بسبب الحماس الزايد اللي بيبقى الواحد داخل فيه، بعد كده بينزل. والنبادي بقى احنا وصلنا لحاله انضباط كويسه جدا، والمستوى عمال يعلى في الانضباط. فهو ده من ضمن الحاجات او من ضمن الستيب اللي انت لازم تاخدها تكون كويسه فيها، هو انك تكون حاطط لنفسك تحدي وتكون عارف انت هتوصل لايه. فده من ضمن الحاجات اللي انا حابب اتكلم فيها. والفيديو ده انا مش حابب اكتر عليكم في الكلام، وفي نفس الوقت انا ما عنديش وقت كافي ان افضل اتكلم، عشان بس عندي ضغوطات، وفي مشاريع هتتسلم، وفي مشاريع تبع الكليه، وفي الشغل اللي قايل لكم عليه ده بتاع الشركات، وعندي امتحانات فاينل، وعندي ضغوطات جامده جدا، وفي شغل بيجي لي. فالحياه الصراحه يعني الاسبوع الجاي ده برضه هو فيه ضغوطات جامده، ولكن اي فيديو هنزله بشكل سريع، مش هحاول اقعد على المنصه كتير، اي منصه من منصات السوشيال ميديا. واحاول ما انقطعش عن السوشيال ميديا في حوار ان انزل فيديوهات ليكو وعن طريق نصايح او اي حاجه من دي، ولكن في الاول وفي الاخر مش هحاول اضيع في وقت برضه. وكده انا وصلت لنهايه الفيديو ده. ولو حاسس ان الفيديو فادك ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد مننا. وان شاء الله هعمل لكم فلوج، بالفلوج بتاع الشركات ده اما نروح. هعمل فلوج بصور يعتبر الاجتماع اللي احنا رايحينه ده عشان نتكلم مع الشركات وكده. فهحاول ابقى اعمل لكم فلوج فيه، وهحاول اقول لكم افضل الحاجات اللي نتقدم فيها عشان نتقدم في شركه او نعمل انترفيو بشكل صحيح. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد مننا. سلام.